السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادا نوريكم كيفاش نقيو الخبيزة. تبارك الله هاد العام راه موجودة بزاف. الخبيزة فيها نوعين، فيها جوج، فيها وحدة رطبة ووحدة حرشة. هذيك الحرشة ملي كدوزي لي داك هنا كتلقاها حرشة، هذيك لوحة لحقاش كتوحل. الرطبة غادا نحيد بحال هكا. دابا هذا غنشوف شحال طويله تبارك الله هاد العام مع الشتا. نقص هذا نحيدهم هادو اللوحه. هنا كنخلي فيها غير 3 بحال هكايا. وكنبقى غادا على هاد الشكل. اللي عندنا مهم في الخبيزه هو هذه غندير لها هكا. دابا هذه فيها لا اش غندير لها، نحيد لها بحال باش ملي كطيب ما تبقاش تنضغ، خاص ما يكونش فيه هاد العواد بحال هكا. نحيدهم هادو. بزاف الناس ما كيعرفوش ينقروها، هي سهله. نحيد هذا، خلي فيها اما جوج اولا 3. وملي نشوف هذا بهذا الشكل نحاول انني نقطعو. كنصح الناس دابا يستغلوا هاد الوقيته ملي كاينه الخبيزه بزاف ياكلوها، مفيده بزاف، فيها الكالسيوم، فيها الحديد، فيها بزاف ديال الفوائد. هي راه احسن من السبانخ. اما نخلي جوج اولا 3. نصغر الصوره نشوف. اللي يبان لي هذا هكا نحاول انني هذه حرشه. مجرد ما شديتها عرفت حرشه. ها لهنا فيها بحال الشعيرات بحال الحريقه، اذا هذه نحيدها. نمشي مع الخبيزه هذه حتى هي نفس الشيء، حتى هي حرشه. سبحان الله، قال كل حاجه خلق منها جوج. تم الخبيزه فيها حرشه وفيها ملسه. ملي كندير ليها الطريقه بحال هكا كنغسلها مزيان مزيان، كنغسلها يكون الماء يبقى الماء نقي، الماء نقي. وكنقطعها صغيره وكنفورها. راني راه عندها دابا كتفور. ملي كتفور كتبقى حتى كطيب. ملي نقلبها ندير لها بحال هكا نعرفها راه طابت. هذا كنحيد. هذيك الساعه الا بغيت نحتفظ بها كنديرها في بواطات صغار وكنخزنها.
نوريكم كيفاش كنفورها. هي كيفاش كتفور، كيفاش قطعتها صغيره. صافي دابا غادا نسد عليها بشي قفاله ديال كوكوط ولا شي حاجه ونخليها حتى كطيب. اللي كنولي كنشد غير هذا هكا، اللي كنعرفها طابت كنورك عليها بحال هذا، ورك عليها بحال هكا صافي كدير كنعرف راه طابت. اذا هذه هي الطريقه باش نطيبوا الخبيزه.